وكتعرف مدينة أكادير بزاف ديال المشاريع الجديدة استعدادا للمونديال 2030. في هذا الفيديو غنتعرفوا على أكبر 10 مشاريع كيتم الإنشاء ديالها في أكادير، ومنها بعض المشاريع اللي قريبة تسالي. فشنا هي المشاريع اللي كيتم الإنشاء ديالها واللي قريبة تسالي، وشنا هي التطورات ديالها؟ اللي كيشوفنا أول مرة نتمنى تدعمونا باللايك واشتراك في القناة باش تدعمونا على صنع المزيد إن شاء الله، وما تنساوش تدعمونا في كل من فيسبوك وإنستغرام على بركة الله. تهيئة ملعب أكادير ومحيطه. بدأت الأشغال في تهيئة ملعب أدرار الكبير باش يستضيف كأس إفريقيا وكأس العالم لسنة 2030، وغيتم إنشاء قرية رياضية ضخمة، وغيتم إنشاء عدة منشآت حول هذا الملعب، قاعات مغطاة، مسابح، ملاعب للقرب، بالإضافة إلى مساحات خضراء. وغيتم إنشاء قطبين، قطب رياضي وقطب الطب الرياضي. بالنسبة لأشغال ملعب أدرار غيتم إزالة الحلبة، وغيتم زيادة من الطاقة الاستيعابية ديال الملعب، وغتقوم بنفس الأشغال اللي كتم الآن في ملعب ابن بطوطة وملعب الرباط، وغيكون عند سكان عاصمة سوس أجود القرى الرياضية في المغرب. الطريق المداري الشمال الشرقي للمدينة بطول كيوصل 29 كيلومتر. كيتم إنشاء طريق مداري لأكادير، واحد المشروع اللي غيكون نقلة نوعية في تاريخ التنقل داخل مدينة أكادير. غيقوم بإزالة الضغط المروري داخل المدينة، وغيسهل نقل الشاحنات الكبيرة، وغيبدا هذا المقطع الطرقي من مطار المسيرة انتهاء بالميناء. وغيتم إنشاء مجموعة من المنشآت الفنية اللي درنا عليها سلسلة خاصة. هذا المشروع الكبير غيمر عبر أكبر الأقطاب في مدينة أكادير: مطار المسيرة الدولي، قطبي الصناعة والخدمات، منصة التصدير المرتقبة لمدينة أكادير، وملعب أكادير الكبير، والمركب المينائي. مشروع حافلات عالية الجودة أمل واي. وصل مشروع أمل واي إلى مراحله النهائية، حيث تقدمت الأشغال فيه بواحد الوتيرة سريعة، ومن المرتقب يدخل الخدمة سنة 2024. وهذا المشروع اللي غيحدث طفرة نوعية في تاريخ النقل العمومي. وهذه الحافلات تهما درنا عليهم سلسلة خاصة اللي ناوي يتفرج فيهم، كتحرك ضمن ممرات خاصة، وغتكون عندها الأولوية في التقاطعات. داكشي اللي غيخلي الشبكة ديال الحافلات تلتزم بتوقيت محدد. والجميل أن بين محطة ومحطة أخرى كتكون 500 متر، وبين حافلة وأخرى كيكون 5 دقائق ديال الروطار، وكيكون عندها مجال زمني كيبدا من 7 الصباح حتى ل 10 العشية. وغيتم فاتح يناير 2024 حسب بعض المصادر اقتناء أول حافلة تجريبية ألمانية الصنع. المركز الاستشفائي الجامعي مشروع ضخم كيتسناه جميع ساكنة أكادير، واحد من بين أضخم المشاريع اللي كتنشأ في مدينة أكادير، واللي وصل مراحل متقدمة من الأشغال، أي ما يقارب 92%، وكيتعتبر من بين أكبر المراكز الاستشفائية من الجيل الجديد. وهذا المشروع تم الإنشاء ديالو على مساحة كتوصل 30 هكتار، فيها 130 ألف متر مربع مغطاة. كتكون هذا المستشفى من طابق سفلي وطابق أرضي و3 طوابق علوية، وسيصبح من أكبر المستشفيات في إفريقيا بطاقة استيعابية كتوصل ل 664 سرير، مجهز بأحدث التقنيات من أجل التشخيص، الراديو سكانير والرنين المغناطيسي. مشروع تي جي في أكادير الدار البيضاء، واحد من بين المشاريع اللي كيتسناها الناس ديال أكادير بفارغ الصبر. مشروع الربط بين أكادير والدار البيضاء عبر مراكش بقطار سريع تي جي في. في جديد هذا المشروع أن المغرب عازم على إنشاء هذا المقطع السكاكي، حيث كلف المكتب الوطني للسكك الحديدية ONCF شركة ليبي لإنشاء استطلاع الجيولوجي والهيدروجيولوجي والجيوتقني الخاص للدراسات الأولية للبنيات التحتية والمنشآت الفنية والأنفاق المرتقبة في هذا المقطع الطرقي.
وخاصة أنه غيدوز بين جبال الأطلس. ومن قبل قام مكتب ONCF بدراسة بين مراكش والدار البيضاء لإنجاز سكة القطار TGV وإيصالها من مراكش وصولا إلى القنيطرة. والتحدي الكبير أن المغرب ملزم بإنجاز هذا المشروع قبل سنة 2030 بسبب مكانة أكادير المهمة في استضافة مباريات كأس العالم، وسيتم إنشاء محطات البراق بالحي المحمدي بأكادير. توسيع مطار المسيرة ضمن استراتيجية ديال المغرب لتوسيع المطارات الدولية بالمملكة. المغرب كيقوم بتوسيع مطار أكادير المسيرة، وغتشد الأشغال ديال التهيئة جميع مرافق المطار من محطات الإقلاع والمدرج ومحطات الاستقبال، بالإضافة إلى المرافق الداخلية. تم تحديد الأشغال ديال التهيئة ديال هذا المطار في حدود 12 شهر، وكيتعتبر مطار أكادير من بين أضخم المطارات في المملكة بعد مطار الدار البيضاء ومطار مراكش من حيث الحركة الوطنية والدولية، وكيتعتبر بوابة سكان سوس للسفر لداخل وخارج المملكة، ومحطة استقبال أزيد من 2,000,000 سائح سنويا. مشروع أكادير سيتي سنتر هو مشروع القلب النابض لأكادير، مشروع حضاري كيتم الإنشاء ديالو في مساحة كتوصل 8 هكتار، كيتواجد بالضبط في تقاطع شارع محمد الخامس وشارع عبد الرحيم بوعبيد، وكيتواجد في وسط المدينة بين مشروع فونتي الكبير وأكادير مارينا. وغيتكون هذا المشروع من قصر مؤتمرات، مركز للمعارض، مركز للتسوق، ودار للسينما، ومركز أعمال، وفندق 5 نجوم، و18 رياضا، ومول، إلى غيرها من المرافق، بالإضافة إلى فيلات سياحية. وكيهدف هذا المشروع الكبير باش يستقطب السياح ويعمل على ترويج السياحة للمدينة. المسبح الأولمبي لمدينة أكادير. تحظى مدينة أكادير بأول مسبح أولمبي بمواصفات عالمية. كل ما كان المسبح كبير وبميزات متطورة ومواصفات عالمية، كتكون عنده احتمالية استضافة كبرى التظاهرات الأولمبية، وستكون من مرافق الرياضية ومنصات للإسعافات الأولية ومدرجات خاصة بالمشاهدين. متنزه الحضاري للإنبعاث. تهيئة المتنزه الحضاري لمدينة الإنبعاث الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة وتهيئة المساحات الخضراء وقاعة للإنبعاث ومرآب تحت أرضي وملعب الإنبعاث الكبير والمسرحين، مسرح الهواء الطلق والمسرح الكبير لأكادير. فندق راديسون من بين أكبر المشاريع السياحية التي ستنجز بأكادير. تم إضافة هذا المشروع إلى قائمة المشاريع السياحية لمجموعة الاستثمار المغربية، وكيتربع هذا المشروع على مساحة كتوصل 14 هكتار بالقرب من أكادير سيتي سنتر، وغيتكون 198 غرفة. ومن المتوقع أن تصل تكلفة هذا المشروع ل 360 مليون درهم اللي غتكلف بها مجموعة راديسون. هنا وصلنا لآخر الفيديو. نتمنى تشتركوا في القناة وتدعمونا باللايك، وما تنساوش تخليو لنا آراءكم في التعليقات حول المشروع اللي عجبكم من بين هذه المشاريع 10. إلى فيديو آخر إن شاء الله. سلام.